تفتكر لو عندك مبيعات ضخمة ده معناها إنك ناجح؟ الإجابة مش دايماً. أهم حاجة الفلوس اللي بتدخل وتخرج من جيبك، وده اللي بنسميه التدفق النقدي أو الكاش فلو. ببساطة التدفق النقدي هو الفلوس اللي داخلة وخارجة من شركتك على مدار فترة معينة، وده اللي مهم لأن ممكن تكون شركتك بتبيع كتير بس الفلوس اللي داخلة أقل من اللي خارجة، وده خطر جدا. التدفق النقدي فيه منهم نوعين. أول حاجة تدفق نقدي إيجابي، لما الفلوس اللي داخلة أكتر من الفلوس اللي خارجة، وده معناه إنك بتقدر تغطي كل مصاريفك وبتكسب. وتاني حاجة التدفق النقدي السلبي، لما الفلوس اللي خارجة أكتر من اللي داخلة، وده بيهدد استمرارية شركتك. وتعالى أديك مثال. تخيل إنك صاحب شركة إنتاج وعملت صفقة ب200 ألف جنيه، بس الموردين طلبوا منك 150 ألف جنيه مقدم، وإنت لسه مبيعاتك مرجعتش الفلوس دي. هنا التدفق النقدي السلبي حتى لو الصفقة كسبانة، لأنك في الوقت ده هتكون دفعت أكتر من اللي دخلك. أهم حاجة إنك تتابع التدفق النقدي أول بأول علشان تتأكد إنك ماشي في أمان مالي. ولو حسيت إنك استفدت ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.